جه يا ولاد اهو جه يا ولاد اهو جه يا ولاد اهو جه يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم تاني حلقة من الحلقات الليلية الرمضانية. عارف ان فرقت كتير عن الحلقة الاولى، بس والله شوية ضغوطات عليا، انا مش فاضي الفترة دي خالص. سامحوني لو حد مستني الحلقات. يعني حلقة النهاردة عن بج كنت جايبها في ابلكيشن عربيات. يعني طبعا عربية توصلك مشوار وبتاع، عشان مش هينفع نقول الاسم عشان اليوتيوب بيزعل من الحاجات دي. فازاي انا خدت انوثرايزد اكسس جوه ابلكيشن العربيات ده وقدرت اعمل شوية حاجات واكشنز وابعت ريكوستات مش مسموح لي. هنعرف دلوقتي الريبورتات دي. طيب يا معلم، الريبورت بيبدا معانا باني بقول له احنا هنجيب اكونتين، واحد يدخل السكشن كيوزر، وواحد اللي هنحاول نعمل منه الريكوست لليوزر ده كسواق، ولكن الشخص ده مش سواق فيريفايد. طيب انا هدخل الاول من السايت بتاع الرايدر عادي، اليوزر العادي، وهبدا اني اكريت رحله عادي جدا، وهدوس هملى البيانات بتاعتي، وهدوس له فايند سبيشاليست عشان يجيب لي سبيشاليست يقدر يوصلني للرحله دي. جميل. طيب جميل قوي لحد هنا. بعد الرحله دي المفترض بيظهر في الريكوست بقى بعدها ان انا اقدر من عندي كيوزر اعرض الرحلات بتاعتي او الريكوست اللي انا عامله. جميل. فبدخل عليها وبعرض الريكوست ده، فبجيب الاي دي المحدد بتاع الريكوست ده. طيب بعد ما جبت الاي دي هعمل ايه؟ اروح بقى على الاكونت الثاني بتاع اليوزر اللي هو عايز يبعت ريكوست لكنه مش فيريفايد. اوكي، هنروح بقى معلم للاكونت بتاع الشخص اللي بيهيئ نفسه انه يبعت ريكوست وهو مش فيريفايد درايفر. طبعا عشان تبعت ريكوست ليوزر عامل رحله او حاجه في ابلكيشن زي ده لازم تكون مقدم ورق ورخصه وعربيه وبيانات واللي بينما انت معكش كل ده. فانا دلوقتي هروح هشغل الانترسبشن وهروح ابعت اي اوردر لليوزر ده. عاده انا لو ما شغلتش الانترسبت وجيت ادوس اني ابعت اوفر للشخص اللي عمل الرحله ده، اللي بيظهر كالاتي، بيقول لي important only registered masters can respond to orders sign up to offer a service. يعني بيقول لي الاشخاص الفيريفايد بس او اللي عاملين ساين اب في كل مسوقين، يعني هم بس اللي يقدروا يعملوا ريكوستات. اعمل ساين اب عشان تقدر تبعت اوفر. ايه بقى اللي كان بيحصل لما بعمل انترسبت وبدوس على سند اوفر؟ اوكي، دي ما كانتش بتظهر. الموضوع كان بيفضل يوفر يلود وكان في تايم اوت. جميل. وبيقوم جاي ضارب دي قدام. طيب ايه الفكره هنا اللي حصلت؟ الفكره هنا يا معلم اللي حصلت ان الديفلوبر وهو بيكود الاندرويد ابلكيشن عمل تايم اوت لان دي تظهر. يعني عمل تايم اوت للريكوست اللي هو بيشوف السواق عامل بالفعل ساين اب ولا لا. طيب لما يعمل تايم اوت، ايه، طب خليه بقى يبعت اوفر وخلاص، اكيد فيريفايد يعني، طالما داخل يدوس هنا هو اكيد فيريفايد يعني، فاهم؟ اعتمد على دي وبالفعل اتعملت. اول ما ظهر ده وانا مش فيريفايد يوزر، اوكي، حطيت برايس هنا وحطيت اي كومنت لليوزر الاولاني بقى اللي انا برضو عامله. اوكي، وقلت اجرب ابعت اوفر. جميل. الاي دي بقى بتاع الرحله اللي انا عملتها باليوزر الاولاني انا خدته كان يو اي دي كده في 4 لذيذ وحلو. وفي البوست ماستر، اوكي، وانا ببعت الريكوست ده قمت جاي يا معلم عامل ريبليس للاوردر اي دي بحيث ابعت الريكوست ده لمين؟ لليوزر اللي انا عملت منه الرحله في الاول، لانها مش ظاهره لي دايركت في الابلكيشن. وكان معاه بارامتر تاني اسمه ايدنتيتي كي. اوكي، الكي ده كان وان تايم يوسج. الكي ده هو اللي بيخليك بالفعل يديك البرميشن انك تبعت الرحله للشخص الفلاني. اوكي، ده كان بيتم استخراجه عن طريق الابلكيشن نفسه بريكوست تاني خالص، ولكن كان بيتبعت في ريكوست الاوفر هنا كذلك. اوكي، بس بمجرد ما غيرت الاي دي واستخدمت وان تايم كي عشان اعمل رحله، فرد عليا في الريسبونس وقال لي والله 201 كرييتد للستاتس كود، وقال لي الاي دي بتاع الاوفر بتاعك كذا 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 كذا. رحت يا معلم بقى رجعت للاكونت الاولاني، لقيت اوريدي ان ظهر باسبورت تشيك، وانا قدرت ابعت ريكوست للشخص ده. اوكي، واعمل له تشوز، وكده الشخص الانفيرفايد يقدر بكل سهوله وبكل بساطه انه يبعت ريكوستات لليوزرز من غير ما يكون بعت اي اوراق، من غير ما يكون فيريفايد باي شكل من الاشكال في الابلكيشن. ده طبعا هيؤدي لشويه امباكتس محترمه، وخصوصا فكره اللوجيك ورك فلو بتاع الابلكيشن نفسه، ان دي حاجه ما يقدرش يعملها وهو نوت فيريفايد. يعني ده بيز من بيز الابلكيشن. يعني انت مش فيريفايد وقادر تبعت لشخص تبعت له اوفر وتروح معاه بالعربيه وبتاع، فانت كده اصلا بره الابلكيشن تقريبا، فاهمني؟ فبس انت شخص غير موثوق فيه وما عارفش انك بتاعت السوق ومش بعت اي اوراق ليك، فاحنا مش هنقدر نعمل ده، بس انت بتعمله. فهنا كانت الثغره، واتمنى يكون الفيديو فاتكم، والقاكم في فيديو جديد باذن الله من الفيديوهات الرمضانيه اللذوذه، وكونوا في حفظ الله وامنكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.